على 4 حاجات لو عملتيهم والله العظيم هتبقي مليونيرة. هتلاقي الرزق بييجي لِك من حيث تحتسبي ومن حيث لا تحتسبي. هتلاقي معاكِ فلوس كده من حيث لا تدري ولا تعلمي، هتلاقي معاكِ رزق وخير وتوفيق وبركة وسعادة وانشراح صدر والله وراحة نفسية، بجد جربوا. الكلام ده من القرآن كمان اللي هاقوله لكم كله من القرآن مش من عندي. أول حاجة يكون عندِك ورد شكر يومي. يوميًا بتشكري ربنا، أنا باحب أعمله أول ما أصحى من النوم عشان يعني يبقى ثابت معايا يوميًا، وتشكري ربنا كده بالكلام، يعني يا رب لك الحمد إن أنا باشوف، باسمع، باتكلم، لك الحمد على رزقي، على فلوسي، على ولادي، كل حاجة عندِك حتى لو صغيرة أوي، أوي، اشكري ربنا عليها جدًا. ربنا قال إيه؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. أكتر حاجة بتزود النعم الشكر، وكمان مش بس بتزودها، بتقيدها، يعني بتخلي النعمة دي تتحفظ، يعني تحفظ عندك الشكر بيزيد النعم جدا وبيقيدها وبيحفظها وبيزيدها. تاني حاجة بتزيد الرزق قوي قوي الاستغفار، بجد ورد الاستغفار. وربنا اللي قال في القرآن مش أنا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هتمطر عليكم ويمددكم، بص هو ربنا قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ورد الاستغفار. سبحتك بص أنا السبحة بتاعتي باظت، اتصرفت في سبحة ما أقدرش يعني. الاستغفار ده معاه الرزق المدرار، معاه الراحة النفسية. الذنوب هي سبب اصلا تعطيل رزقنا وحاجات كتير، فالاستغفار ده ورد الاستغفار ما يفارقكيش. وكمان اكتبي اشترك لو عايزه تدخلي معانا جروب تحدي الاستغفار اللي احنا عاملينه على الواتس. بننزل ورد الاستغفار اليومي، بنشجع بعض ان احنا نعمل اعداد كبيره، جميل قوي بجد. فبجد ورد الاستغفار ما يفارقكيش، هتشوفي معاه رزق غير عادي. ابشري والله العظيم بجد الاستغفار ده راحه وانشراح صدر ورزق ما يفارقكيش. وباعداد بقى اعملي عيش حياتك اعداد، ما يفارقكيش ابدا، هتشوفي رزق والله العظيم عمرك ما شفتيه في حياتك. حاجه بقى سوره البقره يوميا، انا مش هقولك اقرايها كلها يوميا، طبعا الناس تقدر تقراها يوميا كلها يعني ما شاء الله اللهم بارك، بس ابدأي يوميا اقراي منها كل يوم 5 صفحات، بعدين خليهم 10 صفحات، اثبتي على 5 صفحات كل يوم او 10 صفحات كل يوم، هتشوفي خير غير عادي. هتشوفي بقى الحسد والهم والغم والطاقه الوحشه، بس ثبتيها في حياتك، ثابته. ال5 صفحات او ال10 صفحات دول ثابتين في حياتك، بركه اخذوها بركه، هتشوفي بركه غير عاديه والله العظيم بجد، عن تجربه وعن تجربه ناس كمان كتير ثابته عليها بقالها سنين. رزق غير عادي وبركه وراحه نفسيه. كمان بحط معاهم سوره الواقعه، حتى ولو الاحاديث بتاع سوره الواقعه ضعيفه انا باخدها بالعمل بفضائل الاعمال، وبحط الاثنين مع بعض، البقره وسوره الواقعه يوميا. والله العظيم مش بقول لكم جربوا، بجد اعملوا بيقين، هتشوفوا رزق وبركه والله غير عاديين. بجد انا يعني الكلام ده بقوله لكم عن تجربه وعن تجربتي وتجربه ناس كتير كمان انا اعرفهم. حاجه والاخيره العطاء، الصدقه. ما نقص مال من صدقه. قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. انفق يا ابن ادم ينفق عليك. عايزه فلوسك تزيد اتصدقي، طلعي كل يوم، حطي ولو 10 جنيه على جنب مبلغ واقتطعي من راتبك الشهري، يعني يوميا طلعي حاجه كده صغيره وممكن تطلعي اخر الاسبوع، واقتطعي من راتبك الشهري او من راتب الشهري اقتطعي منه جزء، وشوفي بقى كل اللي انت بتطلعيه ده اضعاف مضاعفه، اضعاف مضاعفه والله العظيم. انفق يا ابن ادم ينفق عليك، انفقي هتاخدي خير وبركه ورزق وسعه صدر وكل حاجه. اخر حاجه بقى زياده دي، يعني اخر حاجه انا ما قلتش رقم 5. رقم 5 بقى ترك الغيبه وترك مجالس الغيبه واكل لحوم الناس. بصي كل ما هتتركي الغيبه والكلام على الناس قدر ما تقدري، لان هو الموضوع صعب والمجالس كلها صعبه، قدر المستطاع على قد ما تقدري تبعدي عن الناس اللي كلامهم كله غيبه، تبعدي عن الناس عن التليفونات اللي كلها غيبه. كل تدريجيا كل ما هتبعدي عن الغيبه كل ما الخير والبركه والنور والرزق وكل حاجه حلوه هتيجي في حياتك بجد. فعلى قد ما تقدري ابعدي وتدريجيا واحده واحده عن الغيبه والنميمه وكلام عن الناس، وابعدي عن المجالس والناس اللي بتشجعك على ده، وابشري ابشري بخير في حياتك جدا. وما تنسيش تكتبي اشترك عشان تدخلي معانا جروب الاستغفار وتنفذي الكومبو الرهيب ده اللي هيديكي طاقه نفسيه غير عاديه بجد. وما تنسيش تتابعيني عشان لازم اخليكي ان شاء الله تنتظمي على الصلاه وتذكري ربنا كتير ان شاء الله وتحفظي قران، وتابعيني عشان لازم اغير لك حياتك باذن الله. وما تنسونيش من صالح دعاكم وجزاكم الله عني خيرا.